مساء الفل، يا مساء السعاده على احلى اصحاب واحلى اخوات واحلى عيله. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ولا من دعمكم ليا. عملت لنا النهارده ايه؟ يوميات سحر. عملت لكم باتيه جميل جدا تحفه. كل ده 3 كوبايات دقيق جميل جدا. تروحي تشتريها مش هتجيبيها بالنظافه دي ولا بالحلاوه دي، قطنيه والله العظيم 3 ان عملتيها تحفه. بصوا يا بنات، بصوا الجبنه، حاجه جميله جدا تحفه بجد. هتعمليها والله ما هتندميها. بس ما تعمليش 3 كوبايات، لان 3 كوبايات هيبقى قليل. اول كوبايه شاي تحفه بجد. عشاء بالليل تحفه. مصيف برضو تحفه. حاجه جميله قوي. عاوزه تشوفي الجمال ده والحلاوه ده اتعمل ازاي؟ يلا بينا نخش نشوف الحلاوه والجمال ده اتعمل ازاي. بس اوعي تنسيني في لايك ولا في اشتراك ولا كومنت حلو زي كده عسليه. يلا بينا نخش نشوف الجمال والحلاوه ده اتعمل ازاي. نعمل مع بعض بقى شويه احلى باتيه تحفه. كوبايه حليب، معلقتين سكر، خميره، وكل ده هدوبه مع بعض. دوبت كله كده مع بعض. هحط كمان ربع كوبايه زيت. عاوزه تعمليه بميه مفيش مشكله، عاوزه تعمليه بلبن زي ما انا عملته برضو مفيش مشكله. وهحط كمان بضايه. امشي بس على خطواتي كده وهتاكلي احلى باتيه. معلقتين قشطه اللي هي وش اللبن بتخليها يا بنات تحفه. اوعي تقولي مش هحط بيض، البيض ده شيء اساسي. ربع معلقه بيكنج باودر، رشه ملح برضو. كل ده هقلبه مع بعض. هتاكلي باتيه جميل للمصايف بقى، لفطار، لعشاء خفيف، تحفه بجد. هدوب كل كده ده مع بعض. طريقه جميله جدا، بس خليكي ماشيه على خطواتي وهتاكلي احلى باتيه. تمام كده. الدقيق ده انا نخلاه دول 3 كوبايات دقيق. وهبتدي كده اعجن. عاوزه عايز منك ميه حط، معاز يبقى تمام وزي الفل. اعجن كده لغايه ما تبقى حلوه في ايدي. حبايب قلبي انا العجينه بتاعتي بقت زي الفل اهي، جميله جدا. الميه زي ما هي كده خدت كوبايه الحليب بس. هحطها بقى في بوله تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت فيه يعني شويه زيت صغيرين كده عشان خاطر ايه تطلع معانا وما تتعبكيش. تمام كده، تمام كده. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. مش عاوزينها، مش هنخليها تخمر. نشوف مع بعض ده هنعمل ايه تاني. هبتدي بقى اقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت نقطة زيت كده في ايدي عشان اعرف امسك العجينة لحبايبي اول مرة يمسكوا عجينة. هقطعها على 3 كور. تمام كده. باتيه جميل جدا تحفة بجد. بدل ما تروحي تجيبيه من بره بشيء وقدره اعمليه، مش مكلف. هوريك ال3 كوبايات دول هيعملوا لك معاكي خير قد ايه. تحفة بجد. احنا كده مش هنخليها تخمر، هنشتغل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة معانا ملبن يا بنات. ابتدي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي كده افرد العجينة بتاعتي. العجينة حلوة ومش هتتعبك لانها كل مقاديرها كويسة. على كوباية شاي بقى يا سيدي، بجد يا سيدي علينا. وابتدي بقى انا حطيت. هتحطي بقى جبنة، هتحطي شاورما، هتحطي اللي تحطيه حطيه. هبتدي بقى هحط الجبنة بتاعتي. انا حطيتها في كيس كده عشان تبقى سهلة عليا. واخدها كده. بصوا يا بنات انا بعملها ازاي. المهم ان انا اقفل عليها كويس كده. هوريكم طريقتين.
كل طريقة احسن من التانية. ادي اول طريقة حلوة اوي اوي بجد، بس خليكي ماشية معايا ومع خطواتي. هجيب الصينية بتاعتي وهحط التقفيل بتاعي ده من تحت. بصوا يا بنات، اقفلها كويس حلو قوي كده، مش هقطعها الا كلهم مع بعض، بس اسويها كده حلو. ادي اول واحده. بصوا يا بنات، نشوف تاني واحده. تاني واحده، بصوا العجينه معانا وما خمرتش يا بنات، جميله قوي قوي. تيجي كده، ده انا لو فردتها بايدي هتفرد، بس انا عشان الوقت عشان خاطر الفيديو فبضطر اعملها معاكم كده. طريقه جميله جدا، مش هتاخد منك نص ساعه. بصي بتتفرد معانا تحفه بجد. وحكايه الكيس كمان كده يا بنات جميله قوي قوي. واي جبنه تحطيها، براميلي، اسطنبولي، فيتا، اللي تحطيه زي الفل. برضه هي بنات ادي تاني واحده اللي تعجبك اعمليها، واللي فيها كده زي الرول. بس يا بنات جميله جدا كده، هتمشي معاكي وكده هتمشي معاكي. اللي يعجبك اعمليه، واللي سهل عليكي اعمليه، بس اهم حاجه وانا بقفل اقفل حلو عشان خاطر ما يفتحش معانا. برضو اجيب بقى الصينيه واحطها، احط كده اللي احنا قفلناها نحطها من تحت عشان ما تفتحش معانا. جميله قوي 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 ومش متعبه. الطريقه دي حلوه قوي يا بنات. تمام كده حبايب قلبي اهي. هبتدي بقى اقطع التقطيعه اللي تعجبني عشان هسيبها تخمر. عاوزه تقطعيها قبل ما تحطيها في الصينيه برضه مفيش اي مشكله، بس كده اسهل لك واحسن لك. تخمر بقى ونشوف مع بعض هنعمل ايه تاني، وانا بقى اكمل العجينه اللي معايا. تمام كده حبايب قلبي، عشان دي مصداقيه. الصينيه كده صغيره عليها، عبال ما هتخمر هتبقى كلها لازقه في بعضها. انا هاخدها في صاج اكبر واسيبها تخمر براحتها. بصوا ما شاء الله، فلما تخمر هتبقى ايه، هتلزق كلها في بعضها. الحاجات دي عاملينها عشان خاطر توفر معانا، مش عشان خاطر نبوظ الحاجات معانا. تمام كده انا هنقلتهم كلهم في الصاج تاني. تمام كده يخمر بقى ونشوفها مع بعض. حبايب قلبي انا العجينه بتاعتي خمرت. هجيب وش بيضه، وش بيضه ايه، صفاره بيضه معلش، ومعلقتين حليب. مش عاوزه تحطي صفاره البيضه مفيش اي مشكله، حطي حليب وعليه شويه سكر. وابتدي بقى هاخد صفاره البيضه كده بالراحه كده وادهن وش الفطاير بتاعتي. هتقولي لي يا سحر مش هتعمل زفاره ولا اي حاجه، اقول لك ولا اي حاجه، جميله جدا جدا. ابتدي بقى بالراحه كده عشان ما اضيعش الخمر بتاعها. هجيب بقى عندي سمسم، حبه البركه اللي انت عاوزاه حطيه. احنا هنعمل زيها كده زي بره. هحط جزء بسمسم وجزء كمان بحبه البركه. جميل جدا. دوتي تروحي تجيبيها دي ب10 جنيه او ب12 جنيه، مش عارفه السعر بجد، لان انا بعمل كل ده عندي في البيت ما بشتريهوش من بره. بس مش هيبقى بالنظافه زي اللي انا عاملاها دي، مش هيحطلك بيض، مش هيحطلك حليب ولا اي حاجه. انا كده مولعه الفرن على 170، هحطها في النص. تمام كده، وبعد كده تحمر هولع عليها الشوايه ونشوفها مع بعض لما تطلع.
حبايب قلبي احلى باتيه طلع معانا جميل جدا. بصوا الجمال، تحفه يا بنات. هغطيه بقى عشان يبقى طري تمام كده، ولما يبرد احطه مع بعض في الطبق نقدمه مع بعض. حبايب قلبي نرصهم بقى مع بعض. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات تحفه بجد، حلو قوي الريحه والله العظيم يا بنات، تحفه قطنيه بطريقه. اعملي الحاجه كده بحب كده وباخلاص، هتلاقي كل حاجه جميله. بصي لو انت جبتيها من بره والله العظيم 3 ما هتجيبها بالجمال والطريان والعسل ده. تحفه بجد يا بنات. بصوا قطن والله تحفه يا بنات بجد. الله يا بنات على الجمال. اتمنى ان انت تعمليها لانها فعلا شكلها جميل وطعمها خطير وريحتها مش قادره اقولك عليها، لذاذه بجد حلوه قوي. انا كده وصفتي خلصت، واقول لكم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.